انت لما بتصلي المغرب كام ركعه؟ كام ركعة؟ ناس بتقول لي 4 وناس بتقول لي 5، وانا اللي بجد. والله انت عسل. والنبي انت اللي عسل. والنبي انت اللي عسل. طب اديني رقمه. انت ما اتجوزتيش ليه؟ مش اتجوزت عشان خاطر امي مش هسيبها، مرة مريضة كان وعيانة. دي الانسه فايزه، رغم انها عدت ال60 سنه لكنها لا خلفت ولا اتجوزت من الاساس. قصتها غريبه جدا، كانت مخطوبه وكان مفروض هتعيش في بيت اهلها مع والدتها القعيده، فقبل الفرح بيومين جوزها قال لها لا انت هتيجي بيتي، قالت له لا احنا متفقين ان انا اعيش مع امي، قال لها يا انا يا امك، قالت له طبعا امي، وفضلت قاعده مع امها القعيده لحد ما توفت، ولا رضيت تتجوز ولا رضيت تطلع من البيت ده. انا قابلتها صدفه في عياده من عيادات الدكاتره ووعدتها ان انا ازورها، يا رب تبقى لسه فاكراني. يلا بينا. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجه فايزه؟ تسلم وخليك. إلهي يصلح حالكم يا رب ويصلح حال المسلمين. فاكراني؟ ها فاكراك وانت مقابلني حدا الدكتور. طب انا اسمي ايه؟ قابلتني حدا الدكتور. طب انا اسمي ايه؟ سامي. تامر وسامي. ازيك؟ ان شاء الله تسلم مش انا قلت لك هجيلك؟ وصدقت معاكي؟ قولي لي بقى، خليني اقعد معاكي الاول شويه؟ نقعد معاكي شويه؟ يلا نقعد. اقعد يا كبد. انت عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار الرز ايه النهارده؟ اخبار الرز اللهم نعلم، الناس بتقول بكذا وناس بتقول ب10 وناس بتقول ب20، مش هتعرف. قولي لي بقى الاول، انا عايز الناس اللي شايفينك دول يعرفوا انت عايشه مع مين؟ انا عايشه لروحي ومش معايا حد الا ربنا وانتوا والمسلمين، ويصلح حالكم يا رب. انت ما اتجوزتيش ليه؟ مش اتجوزت عشان خاطر امي مش هسيبها، مرة مريضة كان وعيانة واتنجد لي واتكتب كتابي وكل حاجة، بس انا طلبت الجواز عشان ولية غلبانة رخرة. يعني عملوا لك التنجيد بتاعك وكنت رايحة؟ وكنت رايحة وكان لسه قبل الفرح بتاعي بيوم واحد بس، كان مصبح الحن، طردت الكل والكريلة عشان خاطر امي. طب انت كبنت يعني انت كنت مش كان نفسك تتجوزي زي البنات كده وتشوفي الجواز وتعيشي؟ كنت نفسي اتجوز وكل حاجة، بس انا تدت الجواز عشان خاطر امي، وما هسيب امي لمين، ومش حد نفعها الا انا يا بيه، والله ما حد نفعها الا انا يا استاذ، وحياة النبي ما حد نفعها الا انا. انت بتحب الناس؟ بحب الناس اللي تحن علي والمسلمين كلها، وبحب الناس كلها. انت عايشه هنا بقالك كام سنه في البيت ده؟ عايشه انا كام سنه؟ انا عارفه انا بقى وبكتب ولا بقى ولا بكتب، انا عايشه وخلاص. طب احنا هنفطر معاك النهارده. يا مرحب. هتفطرينا ايه؟ هفطركوا عيني. هتعمليهم بقى عينيكي دول يبقوا مشويين ولا مقليين ولا هناكلهم ازاي؟ هفطركوا عيني برضه، مشينا بركه، انتوا خير وبركه برضه. احنا برنامج خير وبركه. وانت عينيكي عسل. إلهي يصلح حالك. انت جميله. إلهي يصلح حالك ربنا. احنا بقى النهارده جايين علشان نقول لك كل سنه وانت طيبه ورمضان طيب كريم. يا كبد وانتوا طيبين. انا عايز اوضح للناس بس، الحاجه فايزه ما بتسمعيش كويس. لا ساعات اسمع وساعات مش بسمع قوي، عشان كده احنا بنزعق علشان حضراتكم ما حدش يتضايق. إلهي يصلح حالك وخليكوا ربنا يا رب. انت اللي كبدي. إلهي يسترها معكم ويسلك طريقكم منين ما تروحوا ومنين ما تيجي، ويجعلكم لنا اخوه، ويجعل بال مصر كلها لنا اخوه يا استاذ. انت عسل. إلهي يعودكم ليه. الستات اليومين دول تقول لهم ايه اللي ما بيقدروش يشتغلوا بتدلعوا؟ اللي بتدلعهم بتدلعوا، يجي يقولوا لنا كذا كذا ويقولوا هنيجي ومش نيجي ومش بيجوا. لا انت الستات يعني الست النهارده اللي متجوزه اللي ما بتعرفش تخدم جوزها ولا بيتها ولا عيالها تقول لها ايه؟ تقول لها ايه؟ ايه انا عارفه هقول لها ايه يعني؟ والله عايشه هي مع جوزها، انا مالي. يعني انت لو واحده، يعني الستات النهارده يا حاجه فايزه زي الستات زمان ولا زمان كانوا بيشتغلوا اكتر؟ لا بيشتغلوا كل حاجه وبيشتغلوا اكتر وبيشتغلوا اليومين دول برضه، في ناس بتشتغلوا وفي ناس مبطله. انت عايشه ازاي؟ يعني بتاخدي معاش ولا عايشه بتاكلي وتشربي؟ لا مش باخد معاشات، الا باخد ايه 320 جنيه؟ اي والله. دول بتاخديهم منين دول؟ من الشهون، تبع الشهون يا كبد، مطلقه. انت محطوطه في الشؤون مطلقه رغم ان انت ما اتجوزتيش اصلا. ايوه جدع.
ما دخلتيش؟ لا. طب الراجل اللي كان عايز يتجوزك اتجوز تاني بقى؟ اتجوز وخلف وعمله. وانت ما حدش جالك تاني عريس تاني؟ لا ايدك كتير بس خلاص كبرنا مش عاد زي الاول. لا وانت صغيره يعني؟ لا وانا صغيره ايدي لي كتير بس مش هقدر اسيب الوليه ولا اقدر اسيب امي برضه. الله يرحمها، هي توفت من كام سنه؟ ميتة لها كام سنه؟ خشت لها اكتر من 15 سنين هو ولا اكتر، الله ما اعلم بقى. طب انا شايفك حاطه براويز كده حلوه وصور فوق، صور مين دي؟ صور اخوتي الله يرحمهم وصور امي وصوري مع امهم ومصوره اخوي ومصوره امي مع بعض. براويز جميله. وعفت امي ومصوراه. انت محتفظه باهلك قوي كده؟ امها يعني اخوتي وعاد ربنا خدهم. واللي كان مخلف اللي كان سايب عروسته واللي ميت ولسه مش اتجوز. انت معاكي تليفون؟ فين هو؟ وريني كده. اهو. اللهم صل على النبي. تليفون تاتش؟ تليفون جيراني والله. وريني كده. اهو. الله 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 الله. انت اللي عسل. والله انت عسل. والنبي انت اللي عسل. والنبي انت اللي عسل. احنا النهارده جايين علشان نسألك سؤال. يا كبد. لو جاوبت على السؤال هنكسبك بقى مبلغ كبير. ربنا يسألكم ربنا يا كبد ويحنن عليكم. أنا واحدة غلبانة ولا عارفة اللي بتقولوه. هنسألك سؤال سهل وهنغششك. لا يسلك طريقكم يا كبد. بص يا ستي. نعم. انت بتصلي كويس؟ بنصلي وبنستحمد ربنا واللي مش يجري الفاتحة وبنصلي وبنستحمد الإله ربنا. حلو أوي. انت لما بتصلي المغرب كام ركعة؟ كام ركعة؟ ناس بتقول لي 4 وناس بتقول لي 5 وانا اللي بقدر. طيب والعشاء كام ركعة؟ اللي بقدرها برضه بقدرها. انت ونصيبك يعني. طب الظهر كام ركعة؟ زي ما انا بقول لك كده على الله. يا كده. انت كسبت معانا. والله. صلي بس انت الناس تعرفك الاول المغرب 3 ركعات والعشاء 4، بس انت برضو صلي على قد ما تقدري وخلي الناس يعلموكي علشان تصلي صح. فناس بتعلم وناس بتقول لي كذا وناس بتقول لي كذا، وساعة ما قالوا لي صلوا وقولوا يا رب الله اكبر وهم هيستمنوكوا على طول. ربنا هيستقبل. هي بتصلي تقول الله اكبر وربنا سبحانه وتعالى بيستقبل. انت كسبت معانا بقى. امسكي ديت. ايه رايك تكسبي دي وخلاص؟ وهنفطر معاكي يا مرحبا. هتفطرينا ايه بقى؟ عيناي برضو تاني؟ انا مش هسيبك وهفضل اسال عليكي. الناس اللي شايفينك دول مش هيسيبوكي. قولي لهم حاجه عشان يسالوا عليك على طول. يسلك طريقهم ويحنن عليهم، واللي يفكن الاله ربنا في صحته ونور عين، ويكفوهم شر المستخب ويحنن عليهم ربنا ويكفوهم شر المستخب كمان. ويقعدك ليه ويحنن عليكم. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب وجميله. ربنا يحفظك. الحاجه فايزه يحنن عليكم كلكم ملاك ماشي على الارض. احنا هنا في صان الحجر على البحر. على البحر. رقم تليفون الحاجه فايزه هننزله على الشريط وعنوانها موجود وتقدروا تسالوا عليها وتقدروا توصلوا لها. ويجعلكم مستورين. انا عايز اقول حاجه بس للامانه، كل جيران الحاجه فايزه كويسين معاها وكل اهالي صان الحجر محترمين جدا جدا. هي بتقول لي الناس هنا ما بتاثرش معاكي. لا يعني كلهم كويسين معاكي. يعني اولاد الحلال كتير. انا بشكر كل رجاله صان الحجر بالشرقيه، كل سيدات صان الحجر الفضليات، بس احنا عايزين الزياده، عايزينكم تزوروا وتسالوا وتهتموا. حلقه النهارده كانت حلقه رائعه جدا مع الحاجه فايزه اللي ضحت بكل حاجه علشان خاطر والدتها، واللي عايشه دلوقتي في بيت لوحدها على البحر في صان الحجر. استنوني في حلقات تانية كتير من خير وبركه. بشكر الراعي الرسمي للبرنامج اللي دايما 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 هو اللي في ظهرنا وهو اللي بيدعمنا، الدكتور ابو بكر العوضي. ربنا يجعل كل حاجه بنعملها في ميزان حسناتك. اشوفكم على خير بكره حلقه جديده من خير وبركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الراعي الرسمي لبرنامج خير وبركة مجموعة معامل دكتور أبو بكر العوضي بمركز الحسنية بمحافظة الشرقية، وكل عام وأنتم بخير.